كنت داخله الحمام اخد شاور وفجأة النور قطع. حاولت افتح الباب معرفتش، فضلت اصوت وفجأة لقيت ايد بتمسكني من رقبتي وبتقولي مساء الرعب. مساء الحكايات اللي لما بتبدأ ما بتخلصش. انا عبد الله السعيد ودي قناة عبد الله النسر او حكاوي النسر، المكان الوحيد اللي لو دخلته لازم تبقى قادر تكمل، لانك هتشوف اللي عمرك ما شفته وهتسمع اللي عمرك ما سمعته ولا استحملته. والنهارده هحكي لكم قصة حقيقية، نركز على كلمة حقيقية. قصة نسمة، البنت اللي دخلت في عالم ما فيهوش رجوع، عالم يكسر الروح قبل ما يكسر الجسد. اسمعني كويس، لو بتخاف من الضلمة، لو بتخاف من المرايات، لو صوت الباب وهو بيزيق بيخليك تتنفض، يبقى اقفل الفيديو فورا، لان اللي جاي ما ينفعش لأي حد. حكاية حقيقية، نسمة والدجالة. اللي كتب القصة ديت أستاذ حسام التركي. أهم حاجة كده قبل ما نطفي النور لازم نحضر الطقوس اللي احنا متعودين عليها، سماعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. أنا بقى شفت أيام ما يعلم بيها غير ربنا. رحت أتعالج من المس، ويا ريتني ما كنت رحت للدجالة ديت. أعرفكم بنفسي وأحكي لكم حكايتي. أنا نسمة، عمري 22 سنة، عايشة مع أمي وأختي سحر، وبابا متوفي من 15 سنة. حياتي كانت تمام جدا لحد من 4 سنين كنت باخد شاور والنور قطع عليا وأنا جوه. أنا أكتر حاجة بخاف منها هي الضلمة. قفلت المية وعمال انادي على ماما واختي، محدش بيرد. حاولت ادور على الباب مش لاقياه، رغم ان الحمام بتاعنا صغير. انا بقيت بعيط واصوت وانادي ومنهارة، وكأن الحمام بقى عبارة عن شارع مالوش حيطة ولا باب ولا اي مخرج. وفجأة سمعت صرخة مرعبة جدا، وايد مسكت رقبتي وبقت بتوديها شمال ويمين وانا بصرخ، ولقيت حد كأنه بيكتفني، وحاجة زي روح أو كيان بيدخل جوايا. ده إحساس بس معرفش إزاي حاسة بكده. المهم بعدها النور جه، ببص في المراية لقيت وشي كله أسود، كأن حد حط على وشي بوهية سودة، وعلى جفن عيني لما بصيت كويس وقفلت عيني لقيت عليها دايرة حمرة قد نين العين. فتحت المية وفضلت أغسل وشي، فين وفين لما اللون ده طلع من وشي. طلعت أنادي على ماما، قالت لي يا بنتي في ايه؟ قلت لها النور قطع ولا حد سأل عني. قالت لي نور ايه اللي قطع؟ انتي اتجننتي؟ ما انا في المطبخ جنبك اهوت ومفيش اي نور ولا قطع ولا سمعت صوتك. قلت لها لا، ده حصل كذا وكذا، وحكيت لها اللي حصل. قالت لي بطلي هبل وادخلي هاتي الاكل يلا علشان نتغدى. انا سكت ودخلت جبت الاكل، وانا قاعده وقدامي طبق الرز ولسه بحط المعلقه في الطبق لقيت عيون ظهرت في الرز. رميت المعلقة وقلت لماما لا كده في حاجة غلط، أنا تعبت وهدخل الأوضة بتاعتي وهريح شوية. ماما وسحر عمالين يضحكوا. فضلت في الأوضة لحد بالليل. فتحت اللابتوب بتاعي أشوف اللي حصل لي ده ليه تفسير ولا إيه الحكاية. لقيت قصص متشابهة مع اللي بيحصل لي ده، وتفسر إنه مس أو جن عاشق أو تلبس. أنا اتصدمت من اللي كنت بقرأه وقفلت اللاب بسرعة وقعدت خايفة وعمال أعيط. طيب أعمل إيه؟ وأمي وسحر مش مصدقيني أصلا. فجأة لقيت دخان ملا الأوضة، وشخص بان وسط الدخان وقال لي أهلا يا حبيبتي، أنت حلوة أوي وأنا عايز أتجوزك. أنا عمال أصرخ وأنادي على ماما، فين وفين لقيتها فتحت الباب بتقول لي بطلي صداع، عايزة إيه؟ قلت لها مش شايفة اللي واقف ده يعني؟ قالت لي واقف فين؟ أنت مجنونة؟ قلت لها واقف أهوت بيقول لي عايز يتجوزني. فضلت تضحك وقفلت الباب وخرجت، وهو بدأ ملامحه تظهر مرعبة جدا، قرون وعيونه واسعة وحمرة زي جمرة النار، وملوش شعر وليه ديل آخره سهم، وقدم رجله كبيرة جدا وطويلة، وظهره من حين لقدام كده، وجسمه لون الرمل. مسكني من ايدي وقال لي توافقي عليا وولغدك للعالم بتاعي، وساعتها هيبقى غصب عنك من اللي بتشوفيه.
هتوافقي تتجوزيني طبعا وقتها. انا ما حسيتش بنفسي غير وانا بمشي ايدي بالراحه كده وضغطت على الكاسيت وشغلت القرآن. لقيته بصلي بغضب وبدأ يلف حوالين نفسه لحد ما اختفى. طلعت لماما وحكيت لها، بصت لي وقالت لي انت بتهزري ولا بجد؟ قلت لها والله ما بهزر، حتى بصي وريت لها ايدي مكان ما هو كان ماسكني ظاهر مكانه حروق. بصت لي وقالت لي قومي اتوضي وتعالي نصلي لحد ما الصبح يجي ونروح للشيخة نادية، دي معروفة وهي اللي هتحل اللي حصل ده ونفهم فيه ايه بالظبط. فضلت اصلي لحد ما تعبت وقلت لماما انا هدخل انام شوية، ونمت وهي فضلت جنبي تقرأ قرآن. والساعة 11 الصبح صحيت وقلت لها يلا يا ماما انا هلبس ونروح للشيخة نادية. هي قامت تلبس وانا دخلت الحمام اغسل وشي، وببص في المراية لقيت الشخص اللي ظهر لي في الأوضة وشه جنب وشي في المراية. بصيت جنبي ما لقيتش حاجة بس ظاهر في المراية بس، وبصلي بغضب وقال لي مهما هتروحي وتلفي علشان حد يخلصك مني مش هتقدروا، أنا منك وانت مني. ولقيت ملامحه بقت ظاهرة في ملامحي. طلعت جري من الحمام ولبست، رحت لماما ونزلنا وسحر راحت عند خالتي، خفنا نسيبها لوحدها في البيت. وصلنا عند الشيخة نادية، من شكل بيتها والحاجات المتعلقة وريحة البخور ديت مش شيخة، ديت دجالة، وكمية حروف وكلمات على الحيطة ورسومات احنا مش فاهمين معناها. دخلنا ليها، أول ما بصيت لي قالت لي هو جالك وزارك؟ بص يا بنتي الجن اللي جواكي ده جن عشقك ومن أقوى أنواع الجن، قدامك حاجة من اتنين، يا توافقي انك تتجوزيه وتروحي معاه، لا إما هحرقه بس مش هيطلع من جسمك غير لما يأذيك. قلت لها يعني ايه يعني؟ ازاي يأذيني يعني؟ قالت لي بصي ممكن يجيب لك شلل نصفي او يعميكي او يخليكي ما تتكلميش تاني. قلت لها بس قلت لها هو احنا جايين لمين ويعمل كده فيا ليه اصلا؟ هو انا عملت له ايه؟ قالت لي من انطوائك وحبك لقعدتك لوحدك، هو حس انك محتاجه حد جنبك وعشان كده اتجرأ وظهر ليكي. ماما قالت لها هو انت بتقولي ايه؟ هو احنا جايين لك علشان تخوفي البيت ولا هتحليها؟ هو عشان ما كدبتش عليكم تقولي لي كده؟ ما انا ممكن اقول لك هطلعه ولما يحصل لها حاجه هتتهميني وانا مش ناقصه وجع دماغ. بقول لك ايه، خدي بنتك وشوفي غيري. وفعلا مشينا وفضلنا اسبوع نلف على كذا شيخ ونفس الكلام. قلت لماما انا هروح للشيخه ناديه، هي اللي جابت من الاخر وانا خلاص كده اخترت. قالت لي اخترتي ايه؟ قلت لها هتجوزه. قالت لي انت اتجننتي؟ تتجوزي جن يعني؟ ولا افرح بيكي وكمان تكفري؟ قلت لها انا عارفه انا بعمل ايه كويس قوي. وقمت رحت لوحدي للشيخه ناديه وماما منهاره في البيت وعماله تعيط. ووصلت عندها ودخلت، قالت لي اتاكدت اني ما بكدبش عليكي؟ ها قررتي ايه؟ قلت لها هتجوزه. قالت لي بس في عهد هيتطلب منك، هتروحي للعالم بتاعه يتعامل معاكي مراسم الزواج هناك. قلت لها موافقه. راحت ادتني حجاب في سلسله وقالت لي اوعي تقلعيها. قلت لها ليه؟ قالت لي علشان تضمني انك ترجعي لعالمنا تاني بعد مراسم الزواج في عالم الجن. قلت لها طيب. ومشيت، وبالليل ماما فضلت قافله الباب عليها وانا دخلت اخد شاور وفضلت قاعده في الاوضه لحد الساعه 1 بالليل. لقيت النور قطع ونور خفيف منور الاوضه معرفش ايه مصدره. لقيت دخان فجاه ظهر لي وقال لي تعبتي وفي الاخر جيتي لفيتي كتير؟ قلت له اه وموافقه اتجوزك. راح مشاور ناحيتي بايده، لقيت دخان غطى جسمي كله واختفى. لقيت نفسي لابسه فستان كله الماظ ولونه جميل قوي، ومسك ايدي ولقيت الارض بتتفتح ودخلنا جواها، وحسيت نفسي كأني مسافره بس طايره وهو ماسكني، لحد ما لقيت نفسي في قصر جميل قوي وناس عاديه زينا واقفين. وهو لقيته شكله اتغير وبقى شاب جميل قوي في سن 25، وقال لي تقبليني ابقى جوزك؟ قلت له اه طبعا. لقيت اللي واقفين بقوا يعملوا حركات غريبه والباب اتفتح ودخل منه بنات يعتبر في سني واكبر مني شويه. الجن قرب مني وقال لي تقدري تسميني اي اسم بتحبيه ما عدا محمد ومحمود واحمد ومصطفى. قلت له خلاص هقول لك يا سعيد. قال لي طيب عارفه مين دول بقى؟ قلت له مين؟ قال لي دول من بني البشر ومتجوزين من جن زينا وعايشين هنا. قلت له لا بس انا مش عايزه اعيش هنا، عايز ارجع العالم بتاعي وانت تجيلي هناك. قال لي موافق بس اوعي تشغلي قرآن علشان اقدر اجيلي، او لو حسيت انك متعمده انك تفتحي القرآن هحرقك.
قلت له طيب ما تخافش، واتعمل حفلة على طريقتهم، طبول وصوت موسيقى عالي جدا كان مالي المكان، لحد ما قال لي يلا بينا، ودخلنا أوضة في القصر واتجوزنا وعشت معاه. وبعدها رجعت لبيتي، وماما من صدمتها جالها جلطة ومحجوزة في المستشفى، وأنا بقيت كل يوم يجيلي بالليل لحد الفجر، وعلى ده الحال لمدة 2 سنين، وبقى معايا ولد منه وعايش معايا، بس محدش بيشوفه غيري. لحد ما في يوم ابن عمتي جه وطلب ايدي، والجن جالي بالليل قال لي ما تنسيش انت متجوزة، اوعي تنسي ده. قلت له وانا مالي، هو انا اللي قلت له تعالى اتجوزني؟ قال لي انا قلت لك وخلاص، وخد ابني مني واختفى. وتاني يوم ماما كانت حكت لعمتي اللي حصل معايا، وعمتي قالت لها احنا هنعالجها ومش هنسيبها حتى لو ما كانش في نصيب انها تتجوز ابني. وخدتني رحنا للشيخة نادية الدجالة. قالت لي عايزة تخلصي من الجن ولا ايه؟ قلت لها اه. قالت لي يبقى تستحملي اللي هيجرالك. قلت لها هو انت ليه دايما بتخوفيني؟ انا شفت كتير ما بقاش يفرق معايا. راحت جابت كتاب وفتحته على صفحة معينة، وجابت ريشة وكتبت بيها على ورقة وحطيتها في كوباية مية. المية لونها بقى لون الدم. قالت لي اشربيها. انا بصراحة مرضتش، راحت رشاها في وشي، حسيتها كأنها بترش مية نار عليا. فضلت اصرخ وعيط، وفجأة الجن اللي هو جوزي ظهر. قلت للدجالة هو هنا؟ قالت لي هو مختفي، انا مش شايفاه، بس قوليلي هو بيعمل ايه وبيقول ايه. قال لي برضو جيتي ليها؟ عايزة ان اسيبك؟ طيب وابننا مش عايزاه؟ قلت له لا، كده كده انا ولا منكم ولا انتوا مني، ارحمني وسيبني. قال لي ده انت بتحلمي، ومسكني من وشي، ومن كتر ضغطة ايده على وشي بقي كان مفتوح، حط صباعه في بقي وكأنه بيشد روحي. وفجأة لقيت نفسي واقفة وشايفة جسمي نايم قدامي عند الشيخة نادية. فضلت أصرخ وأنادي على خالتي ولا حد سمعني. لقيت الشيخة نادية بتقول ده أخد روحها في العالم بتاعه. وفجأة الجن مسك إيدي ونقلني للعالم بتاعه، وهناك لقيت كرسي من حديد ومتولع تحته نار. مسكوني وكتفوني عليه، وظهر قدامي أقزام شكلها مرعب جدا وراسهم كبيرة وماسكين زي الرماح كده وفي آخرها نار، وبقوا يحدفوها عليا. والجن اللي هو جوزي بيضحك وماسك ابني وبيقول له شايف أمك عايزة تسيبك، وأنا بعلمها إزاي لما تفكر تبعد عننا هيحصل لها إيه. الرماح كانت بتدخل فيا كفيلة إنها تموتني، بس الغريبة ما كانش بيحصل لي حاجة. وسلاسل بيربطوني بيها لونها اسود من كتر ما هي محطوطة في النار. فضل العذاب ده، وسمعت صوت نادية بتنادي عليا وبتقول لي اتشجعي انا هاخدك من مكانك ده. فضلت سامع صوتها وهي بتقول كلام مش مفهوم، والسلاسل والنار اللي تحت الكرسي بتطفي وتختفي. ولقيت زي نور بيتفتح في الحيطة قدامي، فضل يكبر لحد ما عمل زي فتح الباب. وسمعت نادية بتقول لي ادخلي فيه بسرعة. ولسه هقوم وهاجر على الباب لقيت الجن واقف ورايا وماسكني من رجلي. بقيت بعزم ما فيا بحاول امشي لدرجة اني وقعت على الارض، وبقيت ازحف وهو مش عايز يسيبني، وجسمي كله بقى محروق من كتر العذاب اللي انا شفته. وفجأة سابني وقال لي هتندمي على عملتك ديت. وانا دخلت جوه الباب، وفجأة لقيت نفسي في الأوضة مع الشيخة نادية. قالت لي الحمد لله على السلامة، قومي يلا علشان تقفي. للأسف جسمي من ناحية الشمال كان مشلول من وشي لحد رجلي. فضلت أقول ليه بس كده؟ المهم اللي أنا انتصرت في الآخر. قالت لي استني، وجابت كتاب وقعدتني في وسط دايرة وفضلت تقول كلام وحروف. لقيت دخان بيطلع من ودني ومن عيني ومن مناخيري ومن بقي وبين صوابع رجلي، وبقيت بتهز جامد قوي. وبعدها ظهر قدامي بشكله المرعب وقال لي خلصت مني؟ انتصرتي عليا؟ راجعلك تاني، احذري المراية والكاميرا وأي حاجة بتشوفي فيها انعكاسك، هطلعلك منها في أي وقت وأي مكان. واختفى. وقمت وقفت على رجلي وما بقاش فيا حاجة خالص، ومن ساعتها مش ببص في أي حاجة ممكن أشوف فيها ملامحي. ورافضة الجواز وعايشة لوحدي مع سحر أختي بعد ما ماما توفت. بس كل يوم بالليل أسمع صوته بينادي عليا ويقول لي أنا منسيتكيش ومستنيكي تغلطي غلطة واحدة. وبكده تكون قصة نسمة خلصت، أو بمعنى أصح ما خلصتش، لأنها لحد النهاردة لسه بتصحى كل ليلة على نفس الصوت، نفس الهمس، نفس الجملة اللي ما بتتفهمش غير بمعنى واحد: لسه مستني غلطتك. أنا عبد الله الناس. لو شفت القصة للآخر اعرف إنك أقوى من غيرك بكتير.
بس خليك فاكر، أقوى لحظات الرعب مش اللي بنشوفها ولا بنسمعها، أقوى لحظات الرعب هي اللي بتيجي لوحدها بعد ما الفيديو يخلص والأوضة بتبقى ضلمة عليك لوحدك كده وبتسمع حد بينادي على اسمك. ساعتها هتعرف إن الحكاية لسه ما بدأتش. تصبحوا على خير.